النهارده هنتكلم عن الفول المدمس في البيت. تعالى أرنقة هنعمل فول المدمس في البيت. بعد اللي شفته المصايب اللي شفتها وسمعتها عن الفول المدمس قررت ما اجيبش فول من بره نهائي. جبت كيلو فول حصى وحطيته غسلته نقعته في ميه بيته في الميه. وتاني يوم شوفي الحبايه بتتكسر ازاي، يعني معنى كده الفول ده حلو مش هياخد معايا نار. تنقيتيه بقى وغسلتيه وحطيتيه في ميه بيتي في المية. بيتنا الفول ده في المية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوفي حتى لون المية، شوفي لون الفول. احنا طبعا غسلناه بعد ما نقعناه وكبينا المية من عليه، غسلناه مرتين. وربع كل الفول مدشوش غسلته ونقعته ساعتين قبل ما اضيفه على الفول الحصى. وربع كيلو عدس برضو غسلته نقعته نص ساعة قبل ما اضيفه على الفول. شفت الفول بقى بعد ما كبيت عنه مية النقع وغسلته وحطيت عليه مية نظيفة عشان اولع عليه على البوتاجاز. شفت بقى شكله عامل ازاي، شفت المية نظيفة ازاي. لان انا ما سمعت عن الفول بيحطوا عليه لون، بيحطوا عليه لون وهم بيسووه عشان يبقى لونه حلو. اللون اللي انت بتشتريه ده مبهورة بيه، ده اللون الوردي ده حطوا لون. هنا بقى هنضيف اللون الفول المدشوش كده. احنا نقعناه ساعتين وكبناه على الفول بعد ما غسلنا الفول بعد النقع مرتين تلاتة. اهم حاجة اكلك يبقى نظيف وحاجتك تبقى نظيفة عشان دي كلها للصحة يعني. وادي العدس بعد ما نقعناه نص ساعة غسلناه حلو برضو نقعناه نص ساعة ونقلب كله في بعضه ما شاء الله. وتلات اربع حبايات طماطم غسلتيهم وقطعتيهم حتت كده برضو. لقيت المية زادت في الحلة، عشان الفول يعرف يغلي هكب شوية مية من الحلة دي، نقص المية دي شوية. شفتي بنقلبه في بعض، شوفي جميل ازاي ما شاء الله. شفت اللون. هنا بقى هنحطه على البوتاجاز وحاطين براد مية جنبه. ليه؟ علشان الفول لو قلت المية من عليه لازم نحط له مية مغلية، نغلي البراد ونكبه على الفول. شفت الفول عامل ازاي. هنغطي عليه ونسيبه يغلي هنحط. شفتي اهو اول ما بدأ يغلي طلع رغاوي زي رغاوي العدس. واحنا ان شاء الله هنعمل مع بعض عدس وشوربة عدس بإذن الله. الشتاء عايز الحاجات دي والاكلات دي. شفتي لون الفول معلهوش لون صناعي من اللي هم بيشتروه كوارث. والفول بصي بعد ما يغلي معاكي هدي عليه يدوبك شعلة. ويا ريت كل ما تطبخي خضار تهدي عليه عشان يطلع طعمه حلو. لان درجة الغليان واحدة، درجة الغليان ما بتتغيرش. شوف الفول المية قلت من عليه رحت غالية براد المية وكبيته على الفول. شفت لون الفول ما تغيرش ازاي. وشوفي بقى كمان هما بيضيفوا مادة يسووا الفول بسرعة. ده كوارث بنشوفها في الفول ما نعرفهاش، كنا ما نعرفهاش. شفت الفول استوى ازاي، شفت الحباية حلوة ازاي ما شاء الله. ما خدش نار ليه. الفول حلو لكن هم بيضيفوا عليه مادة يسووه بسرعة ولون صناعي. وكمان وبيحطوا عليه رز عشان يكتر ويشرب مية ويزيد. لكن انت ده عاملة في بيتك وضمناه صحي لولادك وحاجة نظيفة حاجة. لا شوفي لون الفول. شفتي احنا بقى سبناه يبرد، طفينا عليه وسبناه يبرد عشان نعبي في كيس. شفتي العدس مالوش اثر والفول المدشوش مالوش اثر، مفيش الا الحبايات. انا بحب اسيب الفول كده ما بحبش اهرسه. انت بقى عايزه تهرسيه تضربيه في الخلاط، تضربيه تعمليه بالهاند بلندر براحتك خالص. انا بحبه كده. هنجيب اكياس بقى ونعبي. شفتي لون الفول جميل ازاي. شفتي ما شاء الله لا قوة الا بالله. اذكري الله طول ما بتمدي ايدك في الاكل اذكري الله. جبنا اكياس بعد ما الفول برد. وطبعا انت وعدد افراد اسرتك تحطي في الكيس اللي يكفيكوا فطار. بألف هنا وعافية يا رب. شوفي هنخلص كده نعبي كله في اكياس ونحطه في التلاجة. وقبل ما تعملي فطارك بساعتين تلاتة طلعي الكيس. ما شاء الله هتربط الكيس اهو. ونشوف بقى امسكي كده الحباية. شفت الحباية مستوية ازاي. شفت لون الفول لون طبيعي مش محطوط عليه لون صناعي. الحاجات دي بتعمل سرطانات. ربنا يحفظنا ويحفظ اولادنا يا رب. هيجرى ايه. جبت كيلو فول ب30 جنيه
وجبت ربع كيلو عدس ب10 جنيه، وربع كل فول مدشوش ب10 جنيه. وشوفي عمل كام كيس معايا. الكيس ده عشان تجيبيه من عند الطعمجة هتجيبيه ب10 جنيه. يعني عملت حلة فول ب300 جنيه عند ما تجيبيها ب300 جنيه عملتها ب50 جنيه. حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، سبسكرايب عشان تشتركوا في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.